اكيد كل يوم لما بتفتح الفيسبوك بتشوف فيديوهات من الفيديوهات اللي زي كده. خناقات في الشارع، وناس بتتخانق قدام محلات، وناس بتسرق، وناس بتضرب، وناس بتوقف ناس على الطريق وبتسرقهم، والناس واقفة بتتفرج وبتصور، والفيديو بيتنشر على الفيسبوك وبيتعمل له 1000 شير، والناس تقعد تكتب كومنتات وشوفوا حصل ايه وحصل امتى وحصل ازاي. وفي خلال ساعات قليلة من 3 ساعات ل5 ساعات، وأحيانا أقل من كده، بتلاقي بيان خارج من وزارة الداخلية للصفحة الرسمية بتاعتها اللي هي على الفيسبوك، بيقولك تم القبض على المتورطين في وقعة كذا وكذا وكذا، واتقبض عليهم وتم تحويلهم للتحقيق. بس ازاي ده حصل؟ ويا ترى مين بلغ؟ والأهم من كده، ازاي عرفوا الناس دي وهم حتى مش باينين في الفيديو كويس، والصورة مش واضحة، والإضاءة وحشة، والكاميرا مهزوزة؟ خلاص يا صاحبي، انت دخلت عالم جديد، ولو رفعت فيديو مضر او مخل بالاداب انت هتتجاب. ومش كل اللي بتفتكره بيعدي يبقى هيعدي عادي. السوشيال ميديا مش ساحة حرة زي ما انت فاكر، دي خريطة كاملة وكل خطوة فيها بتتسجل. كل فيديو ليه صاحب، وكل صاحب ليه عنوان، وكل عنوان ليه ملف. ووزارة الداخلية مش زي ما انت فاكر مستنية الفيديو يجيلها لحد عندها، دي عندها إدارة كاملة اسمها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة دي شغلتها الأساسية إنها تتبع أي منشور ممكن يهدد الأمن العام أو يخالف القانون. الإدارة دي مش مجرد كام واحد قاعدين قدام كمبيوتر زي ما انت كنت فاكر، دي منظومة كاملة فيها متخصصين في تحليل البيانات، وخبراء في التكنولوجيا الجنائية، ومحللين في الذكاء الصناعي. أول ما الفيديو يتنشر على جروب واتساب أو على بوست فيسبوك أو حتى تويت على تويتر، أنظمة الرصد الآلي بتلقطه. أيوة، أنظمة آلية، مش واحد قاعد قدام الكمبيوتر يفتح كل بوست أو كل فيديو ويشوف. ودي خوارزميات متبرمجة إنها تراقب كلمات معينة وهاشتاجات معينة، وحتى محتوى المرئي اللي هو الفيديوهات اللي ممكن تشير لأنشطة مشبوهة، كلمات زي خناقة وشرطة حرامي. وحتى لو كانت الكلمات دي مكتوبة بطريقة غلط، الأنظمة دي بتقدر ترصدها. والأهم من كده إنها بتتعلم وتتطور. بمجرد ما النظام يلقط الفيديو، يبدأ بمرحلة التحليل المبدئي، والمرحلة دي فيها حاجات مذهلة أكتر مما تتخيل. أول حاجة هي تحليل المحتوى المرئي. الفيديو بيتحلل فريم فريم، ولو أنت مش عارف الفريم ده هو صورة، يعني ممكن في ثانية واحدة الكاميرا تلقط 30 صورة، وبيتعامل مع الفريم ده كأنه صورة منفصلة، بيلف الفيديو كله فريم فريم. والصور دي بيطبق عليها تقنية اسمها التعرف على الوجوه، ودي بتعرف الشخص من صورته، وخاصية التعرف على الأشياء، وحتى التعرف على الأماكن والوشوش الشخصية. وحتى صورك اللي موجودة على الفيسبوك بتكون عندهم. تخيل ان الذكاء الاصطناعي يقدر يحددك من نص وشك يظهر بس في فيديو ويكون مهزوز، ويقول لك ده محمد احمد، سنه كذا وشغال كذا وساكن في مكان كذا. بس الموضوع مش موضوع تعرف على الوجوه بس، في حاجات تانية كتير، منها تحليل طريقة المشي. ايوه طبعا، لان كل واحد فينا ليه طريقة مشي معينة، والذكاء الصناعي بيقدر يحلل حركة الجسم ويتعرف على الشخص حتى لو وشه مش ظاهر. وعندك كمان تحليل الصوت. تخيل ان الاصوات في الفيديو بتتحلل رقميا، كل صوت ليه بصمه صوتيه زي بصمه الصباع بالظبط. حتى لو واحد بيصرخ، الانظمه دي بتقدر تتعرف على صوته بكل سهوله. التعرف على الملابس والاكسسوار، الساعه اللي في ايدك، الشنطه اللي شايلها، حتى النضاره اللي لابسها، كل حاجه بتبقى دليل. والخلفيات والمباني اللي في الفيديو دي مش مجرد ديكور، دي خريطه بتقول بالظبط فين الواقعه دي حصلت. انظمه التعرف التلقائي بتقارن المباني والشوارع، وحتى اليافط اللي موجوده في الفيديو بتقارنها بخرائط وصور أقمار صناعية موجودة عندهم فعلا. يعني ممكن يافطة صغيرة أو شكل مبنى يبين مكانك بالظبط، وبيقدر يحدد المكان بالتحديد. وده مش كلام فاضي، التكنولوجيا دي موجودة فعلا وبتشتغل في دول كتير في العالم. كل فيديو بتصوره فيه معلومات خفية اسمها ميتا داتا. المعلومات دي بتشمل الساعة والتاريخ اللي انت صورت فيهم الفيديو بالظبط، وكمان نوع الموبايل اللي صورت بيه، وحتى إعدادات الكاميرا اللي انت صورت بيها. والأهم من ده كله، إحداثيات الجي بي إس للموقع اللي انت صورت فيه. ايوه، كل فيديو بتصوره بيبقى الجي بي اس مفتوح، بيحدد مكانك والمكان اللي انت صورت فيه، وبيكون معاه احداثيات دقيقة للمكان. وحتى لو الجي بي اس مقفول، في طرق تانية بتحدد المكان، منها الشبكات اللي حوالينا، والشبكات ابراج الشبكة بتاعت الشركات. وحتى لو البلوتوث مفتوح، كلها بتسيب اثر ممكن ان هو يتبع. وانت لما بتصور فيديو مش بتكون شاهد على الواقع، انت بتكون جزء منها. اولا، موبايلك نفسه ليه هوية رقمية فريدة. كل موبايل في العالم ليه رقم اسمه اي ام اي اي، وفي رقم تاني اسمه اي ام اس اي، وده مربوط بالشريحة. الارقام دي بتخليك متتبع في اي مكان تروحه. ثانيا، الحساب اللي انت رفعت منه الفيديو ده مربوط ببيانات شخصية. وحتى الحساب لو باسم مش حقيقي، في طرق كتير بتقدر تحدد هوية صاحب الاكونت. انت تعرف ان حتى طريقة كتابتك وطريقة التعبير عن رأيك ده ممكن يكون بروفايل رقمي عنك. والبرامج اللي بتخليك متتبع وتحت النظر دي مش برامج عادية، دي أنظمة ذكاء اصطناعي بتتعلم وبتتطور. أنظمة اسمها ماشين ليرنينج، ودي بتتعلم من آلاف الفيديوهات عشان تتعلم ازاي تتعرف على الأماكن والأشخاص بدقة أكبر. وكل فيديو جديد بيخلي النظام أذكى وأدق. وفي أنظمة اسمها ديب ليرنينج، ودي بتحلل أنماط السلوك. انت متخيل ان النظام ممكن يتوقع انت ممكن تكون فين في وقت معين؟
وده بيكون بناء على تحركاتك اللي فاتت. وفي تقنية بصراحة أنا مش عارف أنطق اسمها، وهو ده اسمها هيظهر هنا. تخيل إن التقنية دي تقدر تعرفك حتى لو غيرت وشك أو حتى لو لابس قناع. طب يا ترى الأنظمة دي محتاجة وقت قد إيه عشان تقدر تحلل الفيديو؟ ساعة واحدة بس. أنت متخيل؟ ساعة واحدة تقدر تحلل الأشخاص وتعرف أساميهم ومكانهم والمكان اللي حصلت فيه الواقعة وتجمع كل المعلومات عنها. وفي حالات كتير بيكون الوقت أقل من كده بكتير، وخصوصا لو الأشخاص دي موجودة فعلا على قاعدة البيانات من قبل كده، أو لو المكان متراقب بكاميرات أمنية. والمعلومات اللي بتتجمع في الفيديوهات دي ما بتضيعش، دي بتتحفظ وبتتخزن عندهم، وبيتعمل لها قواعد بيانات زيها زي قوائم البيانات بتاعة المجرمين بالظبط، فيها معلومات عن أي حد ظهر في أي فيديو في أي وقت وفي أي مكان. أنت متخيل إن في سجل رقمي عنك عن كل فيديو ظهرت فيه وترفع على النت، وكل مرة عديت فيها قدام كاميرا مراقبة، وكل مرة استخدمت موبايلك في مكان عام، سواء كنت فاتح فيسبوك أو يوتيوب أو انستجرام. للأسف كل المنصات دي مش بتعرض محتوى بس، دي بتجمع بيانات في نفس الوقت. كل فيديو بتشوفه، كل فيديو بتعمل عليه لايك أو بتعمل عليه تعليق، كل ده بيتجمع في قاعدة بيانات مخصوصة عنك. والبيانات دي مش بتتحفظ عند الشركات اللي هي صاحبة الفيسبوك والتيك توك والحاجات دي. في اتفاقيات موجودة بين الحكومات في كل دول العالم وبين الشركات الكبيرة اللي زي فيسبوك وتيك توك ويوتيوب. كل ده والناس فاكرة ان الانترنت مكان يقدروا يتخبوا فيه، وانهم ممكن يعملوا حاجة ومحدش يعرف. بس الواقع مختلف تماما عن هم متوقعين، لان انت كل حاجة بتعملها على النت بتسيب اثر. كل موقع بتدخل عليه وكل صورة بتحفظها وكل تعليق بتكتبه وكل لايك بتعمله. وحتى لو فكرت انك تستخدم حسابات وهمية او حتى تفتح النت بالفي بي ان، في طرق كتير بتقدر تحددك من نمط سلوكك وطريقة استخدامك. لما تصور فيديو انت مش بتكون شاهد بس، ده انت بتكون شاهد وشهادتك محفوظة للابد، لان الفيديو اللي انت صورته ده ممكن يكون دليل لبراءة حد او دليل لإدانة حد تاني. وانت كشخص صورت الفيديو ممكن تطلب في شهادة للمحكمة برضه. والاكتر من كده انك ممكن تكون متهم انك حاولت تخفي دليل براءة حد، او انك تحذف فيديو فيه دليل براءة او ادانة حد. في فيديوهات لو نشرتها انت ممكن تعرض نفسك للمساءلة القانونية، وحتى لو كنت مجرد ناشر مش مشارك في الواقعة نفسها. فيديوهات الخناقات والحوادث واعمال الشغب دي كلها ممكن تندرج تحت محتوى بيهدد الامن العام وبيثير الفوضى. والنشر مش معناه انك انت اول واحد نزل الفيديو. النشر بتاعك ده يشمل حتى المشاركات اللي اتعملت للفيديو والفيديوهات اللي اتحفظت عند الناس، يعني انت هتشيل الليلة كلها. الحكومات حوالين العالم بتستثمر مليارات في الموضوع التتبع ده، ودي مش مجرد كاميرات في الشوارع، دي أنظمة تتبع ومراقبة من الأقمار الصناعية، وأنظمة تحليل الصوت من التسريبات الإلكترونية، وتتبع الحركة من بيانات الموبايلات. دي حاجات موجودة فعلا وبتطبق فعلا في دول. لو انت مثلا كنت في القاهرة ورحت على الفيوم، في أنظمة بتسجل ده تلقائيا وبتحفظه عندهم، وأي حد بيتحرك بطريقة مشبوهة بيتم رصده ومتابعته. والتكنولوجيا دي مش بتتعامل مع اللي حصل، دي كمان بتتوقع اللي ممكن يحصل. وفي أنظمة اسمها، طبعا أنا هكتبه لك تاني لأن الاسم صعب. الأنظمة دي بتحلل البيانات وبتتوقع إن يحصل جرائم في أوقات معينة ومن أشخاص معينين. لو حد كان بيصور فيديوهات خناقات كتير ورا بعضها، يعني لو في حد معين بينشر فيديوهات خناقات كتير في أوقات معينة، أو بيتابع صفحات متطرفة ويحطه تحت وصف هاي ريسك، يعني شديد الخطورة. طبعا أنا قلت لك الجانب السيء في الموضوع أو الجانب اللي يخوفك، خلينا نتكلم في الجانب اللي هو ممكن يطمنك، وهقول لك على طرق تحمي بها نفسك وتقلل تتبعك. أولا هي إنك تفهم إعدادات الخصوصية في موبايلك وتقفل الجي بي إس لو مش محتاجه، وتقفل مشاركة الموقع من أي برنامج مش محتاجه، وبلاش تستخدم شبكات عمال على بطال. أي شبكة واي فاي مفتوحة أنت ممكن تكون عرضة للتتبع من خلالها. وكمان تفكر قبل ما تنشر أي حاجة، لأن أنت كل حاجة ممكن تنشرها ممكن تكون ضدك في يوم من الأيام، ومش بالضرورة تكون بعد سنين يعني. تالت حاجة، خلي حساباتك السوشيال ميديا كلها برايفت على قد ما تقدر، وحاول ما تشاركش معلومات شخصية كتير عنك. في ناس كتير حوالين العالم بتحاول تقاوم أنظمة المراقبة دي، استخدموا أنظمة تشفير وشبكات في بي إن وحاجات زي كده، وحتى في حاجة اسمها ذكاء اصطناعي مضاد. بس بصراحة المعركة دي مش متكافئة، لأن طبعا اللي هيفوز في الموضوع ده الحكومة والشركات الكبيرة، لأنها عندها موارد وقدرات أكتر من أي إنسان عادي. والتقنيات اللي شفناها في الفيديو النهاردة دي مش هتكون آخر حاجة، التطوير مستمر والأنظمة دي بتتعلم كل يوم زيادة عن اليوم اللي قبله. في المستقبل ممكن نشوف أنظمة تقدر تتعرف على مشاعرك من شكل وشك بس، وأنظمة تحلل النوايا بتاعتك من طريقة كلامك، أو حتى إنها تتوقع سلوكك من نمط حركتك. السؤال المهم اللي أنت المفروض تكون عارفه اللي هو الحد الفاصل بين الخصوصية والأمان. الحكومة بتقول إن المراقبة دي ضرورية علشان تحافظ على الأمن وتحارب الجريمة، وده حقيقي بحد كبير. والدليل بس في الوقت نفسه المراقبة الكاملة دي معناها إن مفيش خصوصية، معناها إن كل حاجة بتعملها متراقبة ومتسجلة. والنتيجة النهائية إن إحنا عايشين في عالم جديد، عالم كل اللي بتعمله فيه بيتأرشف وبيتحفظ عندهم. وده مش معناه انك تخاف وتقعد في البيت وما تخرجش، بس معناه انك تفهم وتصحى للواقع الجديد. قبل ما تصور فيديو بتنشره اسأل نفسك، هل انا هقدر اتحمل مسؤولية رفع الفيديو ده؟ وقبل ما تعمل شير لأي محتوى اسأل نفسك، الموضوع ده هيرجع عليا بإيه؟ وقبل ما تفتكر انك مخفي ومحدش هيقدر يجيبك، افتكر ان في ناس كتير اتجابت عن طريق فيديوهات وهي كانت فاكرة ان محدش هيعرف يوصل لها. العالم اتغير، والسؤال هنا مش هنعمل ايه عشان نرجعه زي ما كان،
إنما هنتأقلم إزاي ونعيش في الوضع الجديد ده من غير ما نضيع نفسنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت بأي معلومة من الفيديو هستناك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، وتكتب لي أكتر حاجة غريبة عرفتها في حلقة النهاردة. وهستنى منك في كومنت تكتب لي أي موضوع عاوزنا نتكلم فيه، أي حاجة تيجي في بالك، عادات سيئة، حاجات عاوز تبطلها، حاجات نفسك تفهمها، أي حاجة شخصيتك، عادة سيئة مش عارف تبطلها، هنبطلها مع بعض. محتاج تشجيع في حاجة معينة، هنشجع بعض. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مع السلامة.